السلام عليكم، معاكم صلاح بوب. ويا ريت كلنا نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. وده فيديو يعتبر الفيديو الاول ليا من بعد فتره الغياب اللي انا غبتها. وهنعمل ديكور هو بالنسبه لي مش جديد، بس ممكن يكون جديد للناس. وايه البدائل بتاعته علشان العود بتاع ديكور الاستيل ساعات بيبقى غالي. وهل ممكن نعمله حاجه تانية؟ ايوه، بيتعمل كمان ليد بروفايل، حاجه اسمها ليد بروفايل. فاحنا دلوقتي هنعمل ديكور، بس هقول حاجه عنه دلوقتي هو ايه وشكله ايه. طبعا زي ما انتم هتشوفوا في صور انا هعرضها دلوقتي الشكل بتاعه بقى عامل ايه. اللي هو ديكور الاستيل، و بيتعمل ساعات على سبونج او على الوان غامقه نبيتي على ابيض. احنا هنجربهم مع بعض ان شاء الله. دلوقتي هنعمله على الابيض، بس هنعمله بطريقه الدهان مش طريقه الاستيل. العود الاستيل ده عود بيبقى عود ميتال، بيبقى فيه منه فضي وفيه ذهبي. دول اللونين الاشهر فيه، واللونين اللي هم بيبقى شكلهم حلو جدا. وفي كمان منه نور، يعني في منه نور بيبقى بس بيبقى عباره عن ليد، بيبقى ساعات داخل الحيطه وساعات بيبقى خارج الحيطه. الليد ده اسمه ليد بروفايل موجود. والعود بتاع الاستيل بس انا ما اعرفش الليد سعره قد ايه، بس تقريبا السعر المتر بتاعه بيعمله تقريبا 40 جنيه او 50 جنيه تقريبا. اللي هو الليد بروفايل اللي بتعملوه برضه هتشوفوه في الصوره دي دلوقتي. وديكور الاستيل هو بقاله سنه، بقاله سنه منتشر في مصنع. انا اصلا انا شفته قبل كده على موقع بنت ويست، وعرضت ليه صور قبل كده يعني، بس انا ما كنتش لاقي الخامه دي موجوده في مصر فين. ودلوقتي بقت متاحه. العود فيه ب 20 وفيه ب 30 تقريبا. العود بيبقى مترين تقريبا ب 30 جنيه وب 20 جنيه مصري. فاحنا هنعمله دلوقتي بس بطريقه مختلفه. هندهن ابيض دلوقتي، وهنبدا ان احنا نعمل باللزق ونعمله الشكل، نعمل اللون الذهبي المائي. وان شاء الله قريب جدا هيكون في جنب انا هعمله قريب وهصوره ازاي نعمل الليد، ازاي نعمل الليد بروفايل، وازاي ان احنا نعمل الاستيل. ديكور الاستيل هو بيبقى حاجه تحفه جدا، حاجه جديده مختلفه وبسيطه جدا. يعني انا من رايي هي مش مكلفه خالص، مش هتكلفك كتير، لان انت ممكن في الجنب تجيب حوالي مثلا 10 عيدان او 5 على حسب ما انت عاوز، او على حسب الشكل بتاعك. وبيتنسق بطريقه معينه عشان يبقى شكله حلو. انا مبسوط جدا ان انا رجعت القناه تاني، ومبسوط ان ربنا عافاني. انا كنت تعبان شويه، وبشكر كل الناس اللي كلمتني والناس اللي اتصلت بيا والناس اللي كتبت لي تعليقات عشان تطمن على صحتي. الحمد لله زي الفل، يعني بقيت افضل كتير الحمد لله بفضل الله وبفضل دعواتكم. وتعالوا كده نشوف الديكور ده، ونبدا كده باول فيديو دوت انا بصوره، واكون معاكم ان شاء الله بعد الغياب سنه ونص. بس قبل اي حاجه، بس اتمنى من كل الناس اللي هتشوف الفيديو دوت، عشان القناه بقى لها سنه ونص واقعه، والريتش بتاع القناه واقع خالص. فنظرا بس للمجهود اللي الواحد بيعمله، بس مش محتاج من الناس اكتر من ان انت تعمل لايك على الفيديو علشان يظهر اكتر حد ممكن موجود على اليوتيوب. واتمنى انت تكتب لي تعليقات تقول ايه ملاحظاتك على الفيديو. اتمنى انك تشير الفيديو على فيسبوك، او تشيره حتى على قناتك على اليوتيوب. ولكن انا في ناس بتاخد فيديوهات وانا مانع دوت، يعني ما بحبش ان حد ما تسرقش مجهود حد. فبس ساعدوني في ان انا انشر الفيديو دوت على نطاق واسع شويه بشير ولايك والتعليق. بس مش عايز اكتر من كده. تابع معايا الفيديو، قول لي ايه رايك في الكومنتات تحت، ورقم التليفون موجود في الديسكربشن تحت. تابع الفيديو. احنا كده دهنا الابيض، هنسيبه ينشف ونبدا نشتغل عليه. ديكور الستيل بس بطريقه بلدي، بطريقه الدهان. تقدر
وده كده وده كده هيبقى ده كده هيبقى الشكل النهائي. بس يا ريت تعمل لايك وتابعني. احنا عملنا الديكور ده علشان في ناس بتحبش ان هي تكلف نفسها الميتال الذهبي ده، فبيتعمل دهان بالطريقه دي. بس اهم حاجه يكون انك يعني ما تمعجنش معجون ضعيف وتيجي تلزق فهيشيل اللزق، هيقشر معاك ويبهدل الدنيا. وخامه اللزق نفسها تكون كويسه. وطبعا انا اشتغلته ذهبي سواحيلي، تمام، بيديني شكل برونزي كده شويه. فيا ريت تشتركوا في القناه بس عشان تدعمونا، ويا ريت ان انتوا تعملوا لايك على الفيديو وتكتب تعليق وتقول لي ايه رايك في الشغل ده. صلاح بابا.